ممكن فعلا تخس 10 كيلو في أسبوع؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها. من الآخر النهاردة يا جماعة هنجاوب على سؤال اتكرر عندي كتير في الكومنتات. دكتور أنا محتاج أخس 10 كيلو في خلال أسبوع، عندي مناسبة، عندي خطوبة، هتجوز، المهم ينزلوا. والسؤال بسيط في حد ذاته بس وراه مفاجآت كتير. يلا بينا نكشف الحقيقة. داك هو فعلا ممكن الواحد يخس 10 كيلو في أسبوع؟ من الناحية العلمية الجسم ما يقدرش يحرق 10 كيلو دهون في أسبوع. عشان تخس كيلو واحد دهون لازم تعمل عجز سعرات حرارية 7700 كالوري. يعني لو عاوز تخس 10 كيلو دهون محتاج عجز 77 ألف كالوري في أسبوع. وده معناته انك لازم تقلل اكلك وتزود حرقك بحوالي 11 ألف كالوري في اليوم. وده مستحيل من غير ما تدخل جسمك في حالة خطر. لكن ممكن فعلا الميزان يوريك انك نازل 10 كيلو في اسبوع، وده بيخلي الناس تتلخبط. بس دول مش 10 كيلو دهون. طب لو هي مش دهون ايه اللي بينزل بسرعة كده؟ الوزن اللي بينزل بالسرعة دي بيكون خليط من مية. أول ما تقلل الكربوهيدرات أو تاكل قليل جدا الجلايكوجين في العضلات بينزل، وكل جرام جلايكوجين بيسحب له معاه 3 جرام مية. تاني حاجة محتوى المعدة، لما تاكل أقل المعدة بيكون فيها أكل أقل. تالت حاجة بقى شوية عضل، خصوصا لو مش بتتمرن أو مش بتاكل بروتين كفاية. يعني الخسارة السريعة دي مش خسارة دهون، دي خسارة وزن مؤقت وهيرجع أول ما تبدأ تاكل طبيعي تاني. طب ازاي في ناس بتقول انها فعلا خست 10 كيلو؟ في 3 اسباب. بيوزنوا نفسهم في ظروف مختلفة، مثلا بعد الصيام او بعد الحمام او الصبح. تاني حاجة نظام قاسي جدا في الدايت، ده يخلي الجسم يفرغ الجلايكوجين والمية بسرعة جدا. تالت سبب التضخم في النتيجة، يبقى خاسس 4-5 كيلو في الحقيقة ويكتب انا نزلت 10 كيلو عشان السوشيال ميديا. طب دكتور قول لنا بقى، هل في طريقة آمنة أخس بيها بسرعة أسرع من الطبيعي؟ طبعا في طرق علمية تسرع الحرق، لكن هي مش سحرية. زي مثلا أكل البروتين العالي والكربوهيدرات المنخفضة، ده بيقلل الشهية وبيحافظ على العضل. الصيام المتقطع بيخلي الجسم يستخدم الدهون كمصدر طاقة. تالت حاجة نشاط بدني يومي، حتى لو مش جيم، المشي السريع نص ساعة لو عملته يوميا يعمل فرق كبير. رابع حاجة نوم كفاية، الحرمان من النوم بيقلل الحرق في الجسم جدا ويرفع من هرمون الجريلين وده هرمون الجوع. خامس حاجة اشرب مية كتير، كل لتر مية بتشربه بيساعد الحرق بنسبة بسيطة. لكن حتى بالطرق دي النتيجة الواقعية الآمنة من نص كيلو لكيلو دهون في الأسبوع. طب ايه اللي ممكن يحصل لو حاولت اخس 10 كيلو دهون في أسبوع؟ على فكرة الموضوع ده خطر ومش هزار. الجسم ممكن يخش في حالة إجهاض، يحصل هبوط في الضغط، خفقان، تساقط شعر. وكمان لو قطعت الأكل فجأة الجسم هيقلل الحرق تلقائيا، ولما ترجع تاكل طبيعي هتتخن أسرع من الأول. ودي اللي بنسميها متلازمة اليويو، الجسم يخس بسرعة وبعدين يزيد بسرعة تاني. طب ايه الحل الصح عشان اخس بذكاء وافضل مستمر في التخسيس؟ الحل في التخسيس عمره ما كان السرعة، بل هي الاستمرارية. ابدأ بخطة متوازنة، نظام غذائي علمي مش قاسي، نوم منتظم، نشاط بدني معتدل، وراقب جسمك مش الميزان. شوف مقاسات هدومك بدل ما تشوف وزنك. وانا دايما بقول اللي بيخس بسرعة بيرجع بسرعة، واللي بيخس بعلم بيعيش صحي. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده إجابة السؤال الشهير، هل ممكن تخس 10 كيلو دهون في أسبوع؟ من الآخر